السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم وسهلا في قناة عاصمة العطور. اليوم ردينا لكم موضوع شيق وجميل عن وحدة من دور النيش في العالم، وهي دار أمواج العمانية. تأسست دار أمواج العمانية في سنة 1983 برعاية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكان الهدف منها هو إنتاج عطور كهدايا للملوك والأمراء والشخصيات الرفيعة، وهذا كانت عبارة عن دلالة عن أصالة الكرم العربي. دار أمواج استلهمت أفكارها من الطبيعة العمانية، وأخذت المكونات الطبيعية في عمان وحطتها في قنينة عطر، مثل الورود والأزهار والبخور واللبان. في دار أمواج فيها العديد من العطور. اليوم بنتكلم عن واحد من أشهر عطور أمواج الرجالية، وهو ريفليكشن مان. عطر ريفليكشن مان نزل أول مرة في سنة 2007 بتصميم العطار لوكاس ويزاك. هو مزيج من الأناقة العصرية والكلاسيكية، بمعناه أن إذا كنت شاب أو كبير في السن بتستمتع فيه. أول ما ترش العطر تبدأ تشم نوتات خضراء تابلية حمضية منعشة من الروزماري اللي هو كليل الجبل والفلفل الوردي وقشور البرتقال. وبعدها تهدى ريحة العطر على الزهور البيضاء مثل الياسمين والنيرولي. ولكن قاعدة العطر تكون دافئة وثابتة بوجود الباتشولي والفيتيفر اللي هو نجيل الهند مع أخشاب الصندل. فهذه المكونات مزجت تعطيك طابع رجولي فخم للرجل العصري، وأيضا الرجل الكلاسيكي اللي يحب العطور الكلاسيكية. مع الجدير بالذكر أن نسخة ريفليكشن مان تركيزها إيدو بارفيوم، وأصدرت دار أمواج من سنتين نسخة مركزة سمتها ريفليكشن 45، بما معناه 45% من تركيز العطر هو من الزيوت. فإن شاء الله بنتكلم عن العطر هذا في وقت ثاني، وبنسوي مقارنة بين النسخة هذه والنسخة المركزة. نجحت دار أمواج في توظيف الزهور في عطر ريفليكشن مان، حيث أن نوتة الزهور في الغالب كانت نوتة نسائية، ولكن أعطتها طابع رجالي في هذا العطر. بالنسبة لي أشوف عطر أمواج مناسب للاستخدام اليومي وحتى للمناسبات، ويعطي انطباع جدا جميل من الناس اللي حولك. ومن خبرتي في العطر فإن أداءه في الثبات لمدة يوم كامل أتعطر فيه قبل ما أروح الدوام، ويتم معاي لين آخر اليوم، يعني تقريبا لمدة 6 إلى 7 ساعات. ولكن الفوحان عندك من 2 إلى 3 ساعات. وبالنسبة لسعر عطر ريفليكشن مان فهو 1340 درهم أو ريال سعودي، بالدولار يكون 390 دولار. ولكن تلقونه في بعض المواقع والديسكاونترز بحدود 800 إلى 600 درهم أو ريال سعودي. إذا كنتم مهتمين نسوي لكم مراجعة عن واحد من عطور أمواج اكتبوا لنا في الكومنت. وإلى هنا نوصل إلى نهاية الفيديو. لا تنسونا ولا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب ومشاركة الفيديو مع عشاق العطور. سلام.